على بالي كامل حسيتوا بلي البرد بدا يدخل شويه، بدا يتبدل الحال، قلت ندير لكم اون سوب مع واحد لي صالي مقرمشين سهلين مهلين ولازم تجربوهم. السلام عليكم، جيتكم اليوم بلي صالي هادوما تاع لاباط مقرمشين سهلين مهلين خفاف ظرف بواحد لاصوب بنتها كالعاده لهبت عليها. الحاجه الاولى اللي نديروها في طنجره درت فيها شويه تاع الزبده، شويه تاع زيت زيتون، نص حبه تاع بصل مقطع بهذه الطريقه، حبه كبيره تاع البوارو، وزدت معاهم زوج حبات كبار تاع البطاطا مع زوج حبات تاع الزروديه، شويه تاع فلفل ابيض ولا فلفل كحل، شويه تاع الملح، ونحطهم يتقلاو ونزيد لهم سنينه تاع الثوم. بعد ما يتقلاو شويه نجي نمرق بمرق الدجاج، واذا ماشي متوفر عندكم مرقوا بالماء العادي وديروا واحد كوب تاع الدجاج، ونخلي هذيك الخضره طيب مليح. نروح من جهه واحده اخرى نوجد لاباط تاع لي صالي تاعي في ريسيبيون، درت 3 كيسان تاع الفارينه، نزيد عليهم مغرف صغيره تاع الملح، مغرف صغيره تاع السكر، مغرف صغيره تاع خميره الخبز، ومغرف صغيره تاع توم بودره اختياري. نجيب 4 كاس تاع الزيت زيتون ندخلها مليح في لاباط، تقدروا تعوضوها بالزيت العادي، ونبدا نلم بالحليب دافي. بعدها كملت الميت بالماء يكون دافي حتى نحصل على عجينه تكون اطريه وتكون حاكمه روحها شويه. نحطها فوق بلون دو طرافاي وندلكها مليح حتى وين تولي لي ليس بهذه الطريقه. شوفوا العجينه راهي طريه وخفيفه. نحطها هنا في ريسيبيون، نغطيها ونخليها تخمر حتى لنص ساعه باش نجي نخدم بها. نروح لاصوب تاعي بعد ما طابت كامل الخضره، ندير لها شويه توم بودره، شويه بصل بودره، مغرف كبيره تاع فروماج تارتيني، نص كاس تاع لاكريم ليكيد، ونرحي كلش. كيما شفتوا ما فيهاش بزاف تاع التوابل. وانا لاصوب تاعي حبيتها تكون شويه حاره، على بها راح نضيف عليها باطا تاع الطون صوص بيكون هذا تاع لي كامار اللي يجي بزاف حار، راح ندير منه باطا كيما راكم تشوفوا، وصدقوني راح يجي بزاف هايل مع هاد لاصوب. وهكذا لاصوب تاعي تكون واجده. نروح لي صالي تاعي بالنسبه لافارس، درت باطا تاع الطون ري كامار هذا تاع الزيت، زدت عليها كميه تاع فلفل احمر قطعته بهذه الطريقه مع شويه تاع المايز، كنت حمرتهم غير في المقله مع شويه زيت حتى وين دبالوا، ضفتهم للطون شويه تاع فروماج تارتيني وخلطت كلش وتكون لافارس واجده. لاباط بعد ما خمرت نجي نقطعها بهذه الطريقه، تقدر تخرج لكم حتى 12 حبه، انا حبيتهم يكونوا شويه كبار خرجت لي 10 حبات. نجي نفتحهم هكذا، افتحوهم مرقاق على شكل خبيزه بالطول، نحط لافارس تاعي مورسو تاع الفرماج اللي حبيتوه، تقدروا ما ديروش كامل، ونغلقوها بهذه الطريقه، اغلقوها مليح. درتهم كيما راكم تشوفوا الشكل تاعهم بالطول، تحبوا ديروهم مكورين كيما حبيتوا نتوما. جوزتهم في البيض بعدها في لاشابلوغ، ونروح نقليهم ديريكتوم على زيت تكون سخونه، خلوهم يطيبوا مليح حتى وين يتحمروا على نار تكون متوسطه، وتقدموهم مع لاصوب تاعكم. على بالي راح يعجبوكم، سهلين مهلين وبصحتكم.